السؤال الأول عن حكم المبالغة في زخرفة المساجد، وهل هذا يعني فاعله يأثم أم لا؟ وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الناس في آخر الزمان يتباهون في بناء مساجدهم وزخرفتها. وعمارة المساجد الدرجة الأولى إنما هي بصلاة الجماعة والمحافظة عليها والإكثار من الذكر وتلاوة القرآن وتعليمه في المسجد، فهذه من عمارة المساجد، بل هي العمارة الصحيحة. أما التباهي في تشييد المساجد والمبالغة في زخرفتها فليس هذا من الأعمال الكريمة. لا شك أن إحكام المسجد وتوثيق بناءه وتقويته وبناءه بناء متناسقا لا تشويه فيه وفيه مظهر من الجمال أمر مطلوب، يعني لا يستنكر ولا يستهجن، وإنما الذي ينبغي أن يتجنب الزخرفة الشاغلة للمصلي واللافتة للأنظار وكثرة النقوش والأصباغ التي تشغل بال المصلي عن التفكر في عبادته وما هو فيه من طاعة. والله أعلم.